السينامون رولز اليوم ان شاء الله جبتها لكم بواحد الطريقه خفيفه ويجي قطن يجي ما شاء الله طايب حتى للقلب. دوك تشوفوا معايا الحبات، تشوفوا هنايا الحبه كيفاش راهي طايبه من الداخل، من تحت يتعسل مع هذيك القرفه. يعني شنقولكم من الداخل طايب علامه الوسط. سورتو اكدوا لي على الوسط، هذيك الطبقه اللي جينا معجنه. شوفوا هنا كيفاش راهي طابقه كيفاش راهي طايبه كل طبقه وحدها. وانا نبغي هكا يجي مفتوح زعما باش يدخله طياب كاع في كيما نقولوا كاع في الرولوات. يلا نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الوصفه تاعنا اللي كانت طلبتها مني متتبعه، نقولها ان شاء الله تكوني تشوفي في الفيديو وتجربيها وتنشحي فيها. اول حاجه عندي كاس تاع حليب دافي، لازم يكون دافي رايح للحمان ماشي بارد. عندي حبه تاع بيض، 4 مغارف كبار تاع السكر، عندي واحد ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره تاع لافاني. انا لافاني تاعي هنا شويه ما فيهاش الريحه بزاف، على بها درت مغرف كبيره، انتي ديري مغرف صغيره معمره مليح. وعندي 2 مغارف كبار تاع زبده ذايبه، مارغرين ولا زبده ذايبه. وعندي الفارينه اللي باش نلم بها بطبيعه الحال. وعندي مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، نص مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. نبداو بسم الله الوصفه تاعنا ونصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دائما ننسى فكروني. يلا عندي هنايا الكاس الاول تاع الحليب، كاس حليب دافي رايح للحمان. نزيدوا عليه حبه تاع بيض، ونزيدوا عليه مغرف تاع لافاني، ونزيدوا عليه المغرف تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع خميره الخبز. وعندي 4 مغارف تاع سكر كبار. اللي ما تبغيش حلاوه بزاف دير 2 مغارف فقط، واللي تبغيها حلوه كيما حالتي دير 4 مغارف كبار تاع سكر. هاي. ونزيدوا عليها 2 مغارف كبار تاع زبده ذايبه ولا مارغرين ذايبه، 2 مغارف كبار ماشي سمن، ما ديريش سمن، ديري الزبده ولا المارغرين. درنا 2 مغارف كبار تاع زبده ونخلطوا مليح هاد المكونات بالفوي. خلطي مليح حتى تذوب هذيك الخماره مع هذاك السكر في هذا الماء. كي تذوبيهم زيدي مغرف صغير، نص مغرف صغيره تاع ملح. قلت لكم انا ما نعرفش نعبر الملح بالمغرف دائما ندير بيدي. نص مغرف صغيره تاع ملح. ونبداو نزيدوا الفارينه تاعنا. نزيد الكاس الاول يكون كاس ممسوح، عندي 3 كيسان ممسوحين تاع فارينه. ندير 2 كيسان الاولين، 2 كيسان ممسوحين تاع الفارينه، ونزيد معاهم نص مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. قلت لكم عندي 3 كيسان، ندير 2 كيسان الاولين مع نص مغرف خميره كيميائيه ونخلطهم مليح حتى يدخلوا. عاد باه نزيد الكاس الثالث، نزيد الكاس تاع الفارينه نزيده على دفعات، ما تزيديش ضربه واحده. هذا هو السر باش يجيك خفيف قطن، زعما ما تزيديش الفارينه على دفعه واحده، كون زيديها كاع ضربه واحده تجيك مكتسه وما تجيكش خفيفه. هنا الكاس الثالث راني نزيد فيه على دفعات. هذاك الكاس الثالث نكمل الكاس الثالث ونجيب نص كاس واحد اخر تاع الفارينه. صافي مجموع الفارينه عندي 3 كيسان ونص. هذاك النص ما تزيديش ضربه واحده، بداي تزيدي بشويه حتى تشوفي خاش كل وحده والفارينه تاعها كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هاني جبت هنايا نص تاع نص الكاس تاع الفارينه، زدت منه 2 مغارف برك. انا دالي 2 مغارف لانه بالخفصه العجينه تاعي نشفت وراهي مليحه، والعجينه لازم ما ديريهاش ناشفه، تجي هكا تتلاصق. شوفوا كيفاش راهي تتلاصق معايا. هاوين الكاس، نص الكاس ديت منه 2 مغارف برك، نص الكاس الرابع ديت منه 2 مغارف برك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا العجينه تاعي لازم تكون تتلاصق كيما هكا. نحطها في بلان دو طرافاي وروحي نقي يديك من الفارينه، لازم نقي يديا من الفارينه باش ما تقعدش تتلاصق العجينه وما نحسها بلي خاصها الفارينه وهي ما خصهاش. لازم تغسلي يديك وتعاودي ترجعي لها. يلا هنايا كي شغل نعجنها شويه فوق البلان دو طرافاي تاعي باش هذيك الفارينه كاع كيما نقولوا كاع تمشي في العجينه تاعي. غير ما نسقمها برك، ماشي زعما واحد دقيقه برك، ماشي عجين. نسقمها كيما هكا وشوفوا القوام تاعها كيفاش راه. لازم تكون تتلاصق، ما تنشفيش العجينه يجيك السينامون تاعك ناشف. ان شاء الله تكونوا راكم تفهموا عليا. وهنا نجيب البول تاعي اللي خلط فيه ونحطها فيه ونخليها تخمر لي حتى يتضاعف الحجم تاعها. كي تولي بولايطه تنتفخ وتولي بولايطه، ان شاء الله تفهموا شنو معناتها بولايطه باش نعاودوا نرجعوا لها. لازم تتضاعف الحجم تاعها حتى تخمر مليح. انا دات لي نص ساعه، خلوها تخمر ونروحوا نخدموا الكريمه اللي رايحين. هذه نحله هبلتني راهي من قبيله رايحه وجايه مش عارفه على الحسل، والله ماني عارفه عليه. المهم ندير 4 في السكر اللي غادي نديره في الوسط، ندير فيه 4 مغارف كبار تاع سكر اللي رايح نذريه في العجينه مع القرفه. 4 مغارف كبار تاع السكر العادي، وعندي مغرف صغيره تاع كاكاو مع مغرف صغيره تاع قرفه. هو الاساس في هذه الوصفه هي القرفه. تقدري ديري مغرف كبيره، بصح انا درت مغرف
صغيره قرفه ومغرف صغيره كاكاو، عطاتني بنه شابه، نخلطهم ونخليهم بجهه. ونروح للكريمه اللي غادي نديرها من فوق، هذيك البيضه. الكريمه هذيك فيها كاس ناقص اصبع تاع السكر، سكر غلاس، سكر ناعم، وندير مغرف صغيره تاع زبده ولا مارغرين، وندير مغرف تاع لافاني، وثلاث حبات الجبن عادي هذا، وعندي 3 مغارف كبار تاع حليب بارد ماشي حامي، 3 مغارف كبار تاع الحليب، ونميكسيهم غايه بالميكسير. قلت لكم كاس ناقص اصبع تاع سكر غلاس، 3 حبات تاع فرماج، مغرف صغيره زبده، ومغرف صغيره لافاني، و3 مغارف كبار تاع الزيت، ونميكسيها مليح هكا حتى تولي لي قوام تاعها ثقيل. خليها بجهه ونرجع للعجينه تاعي. العجينه تاعي شوفوا هنا شحال نتفخت وريحت وراهي علامه. هنا شندير نتهني يديا بالزيت باش ما تلصقليش في يديا، ونحيها من البول ونطيح لها كامل هذيك الخميره اللي خمرتها، زعما هذاك التخمير لازم نهودها لها، هوديه باش تعاود تخمر مره واحده اخرى. هنا نحطها في بلون دو طرافاي ونليسيها نليسيها شدي نليسيها نعجنها كيما هكا شويه قد ما تطيح هذيك الخميره. شوفوا هنايا القوام تاعها كيفاش راه شباب، والعجينه زعما شوفوا تبدا تخرج فيها هذوك البوليطات الصغار، عارفوا باللي راهي ناجحه. هنا نرش البلون تاعي بالفارينه، ونحط هذيك العجينه ونزيد نرشها هي تاني بالفارينه، حليها مستطيل كبير ولا مربع، مهم يكون رقيق ما يكونش خشين. الا كي باغي السينامون تاعك يخرج لك شباب وما يخرجلكش معجن، رقي العجينه، فهمتي؟ رقيها. وشوفي هنايا كيفاش راني دايره السمك تاعها، دوك نوريه لكم رقيقه ماهيش خشينه. هنا السمك تاعها شوفوا لي في الصوره، دوك تشوفوا السمك تاعها يعني رقيقه ماكسيموم باش من بعد كينا ما تجيكش معجنه. نجيب 7 مغارف صغار تاع زبده، 7 مغارف صغار تاع زبده بدرجه حراره الغرفه بدرجة حرارة الغرفة والله. هيا قلت لك 7 مغارف كبار تاع زبدة، ومشيها كيما هكا في العجينة تاعك، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. علاه؟ لازم باش تمشي لك غاية ما تذوبيهاش، تكون ذوبيها ما يخرجلكش، لازم تكون هكا طرية وتمشيها في العجينة تاعك. ولازم العجينة كاع توشيها الزبدة، مشيها كاع في الزبدة، ما تخلي حتى بلاصة بلا زبدة. هنا مشيتها كامل، وقد ما تمشيها كاع في الاخرى تاعك تجيبي هذيك الخلطة اللي درناها تاع القرفة والكاكاو والسكر. هاينه 4 مغارف كبار تاع السكر والقرفه والكاكاو. تقدري ديري قرفه وحدها ما ديريش كاكاو. هنا نمشي كامل هذيك الخلطه نفرشها كاع على هذيك العجينه، كاع العجينه لازم تفرشي فوقها هذيك الخلطه، وتجيبي الحلال وتحلي شويه هكا ابان، زعما ماشي ما تزيريش بزاف، غير شويه قد ما هذاك السكر يدخل في العجينه من بعد ما يطيرناش. نحي هذاك اللي يلصق في الحلال وبداي ترولي. هنا العجينه تاعك راهي زعما كيما نقولوا لحقتي هذه المرحله وكانت تساعد فيك في الخدمه، عرفي بلي ناجحه 100%. هنا نبدا نرولي فيها ونقلع هذيك ننفض هذيك الفرينه اللي تكون زعما كي نلقى الفرينه بزاف من تحت، هذيك تحت اللي كانت في البلون ننفضها، نبعد على بالي بلي نهضر بزاف بصح لازم نشرح لكم. ننفض هكا الفرينه هذيك ونبدا نرولي. وكي ترولي ما تزيريش على العجينه، دوري وصاي، كي شغل كي تدوري في طابي ولا صاي، هي ما تزيريش على العجينه، خاطر الا زيرتي عليها تجيك معجنه وتقولي نور ما تعرفش، وهي ماشي كيما هكا ظلمتيني صافي زيرتي على العجينه صاي. تبعي شاني نقول لك. هنا روليها وكشغل هذوك الحواف لصقيهم هكا بصباعك مع الجهه التحتانيه. هنا بلاطو تاعي جبته دهنته بشويه زبده، ونبدا نقطع في السينامون تاعي. شوفوا جيبي الخيط وبداي تقطعي، شوفوا كيف يخرجوا لكم على مشابين. قدمت لكم باش تشوفوا الطريقه تاع الخيط، ماشي تعقدي، غير لوي هكا زعما ثنيه وقطعي، غير دخلي الخيط من تحت وتثني وتقطعي، ما ديريش عقده. الا درتي عقده غادي يولي لك الخيط غير عقدات. صاي شوفوا هنا انا قربتها لكم مليح باش تشوفوها. ندخل الخيط تحت العجينه وندورها هكا بيديا بلا ما نعقد. نخالف يديا، شوفوا راني وريتها لكم مليح، ماشي ما تعقديش، نخالف يديا على بالي بلي راكم تقولوا نعرفوا انا نهضر مع لي جامي سياوها واللي ما يعرفوش. نعكس يديا كيما هكا ونجبد، خاص كون تقطعيها بالخدمي تخسر لك كاع وتولي مطبزه وملبزه وما يجي كاع سينامون صاي تولي كسره. ويسموها سينامون، خبركم علاه يسموها سينامون على بال القرفه بالانجلي يسموها سينامون صافي، هما سموها سينامون رولز صافي. رولي القرفه ولا رولي القرفه كيما هكا صاي. هنا بعد ما كملتهم نغطيها ونخليها تعاود تخمر للمره الثانيه. لازم ينتفخوا مليح، شوفوا عسوهم كيفاش كانوا في الاول، شوفوا في المرحله الثانيه كيفاش ولاو. انا داولي ربع خمس ماشي فايت ربع ساعه وفوقها واحد 2 دقائق هكا كل 3، مهم فايت ربع ساعه باش خمروا لي.
لازم تخليهم ينتفخوا كيما هكا باش يجيك خفيف، ما طيبيهش وتقلقي عليهم بعد ما يجيكش الشباب. جبت هنا كاس تاع حليب عادي بارد من الثلاجه، وبالبانسو مسحتهم كامل، تمسحي كاع عليهم بهذاك البانسو باش يعطيك تحميره من الفوق وتجيك خفيف السينامون تاعك. هنا نروح نطيبها في الفور، والفور لازم يكون حامي. هنا كي تبداي تقطعي فيه تحمي الفور، صاي كي تبداي تقطعي شعلي الفور تاعك وطيبيهم عادي من التحت، ومن بعد شعليهم من الفوق يتحمروا شويه، وشوفوا لي النتيجه تاع السينامون تاعنا. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله، يعني خفيف ومرولي. والبنه ما نحكي لكمش، البنه هذيك تاع الكاكاو مع القرفه كي يتخلطوا شوفوا كي نقول لكم تعطيكم واحد البنه قادر كيما راه هكا تاكليه بلا هذيك الخلطه اللي نديروها من الفوق. بصح هو انا بغيت ندير لكم الوصفه على اصولها كيما يقول لك مع هذه الكريمه، وانتي كيما تبغي تخليه هكا، تبغي ديري له الكريمه. هذه الكريمه اللي وجدتها معاكم شوفوا لازم تكون كيما هكا ثقيله، وهو حامي فرغيها عليه. هنا راه حامي، بغيت نرفد لكم حبه بصح راه حامي، ولازم نسقيه قبل ما نقطعه. صاي ندير هذيك الكريمه كاع للحبات تاوعي، وشوفوا هنا غير الشكل تاعه راه يخبر. شوفوا واحد البنه وواحد الخفه يا ودي سيي، شوفي سيي ولا سيتيه ما تنساش، ها عندي خير ما نزعف نولي ما نوريلكش. صاي المهم هنا راني درت كاع هذيك الكريمه للحبات تاوعي. كاين حبات خليتهم بلا كريمه، خاطر كاين اللي يبغوه بلاش هكا بلا صامت. ايوا انا دوك نوريكم حبه في الطبسي، شوفوا شحال ما شاء الله. شوفوا خفه الله يبارك، وصفه ناجحه 100%. جربوها وما غاديش تندموا. شوفوا هنا نحلها لكم من الداخل باش تشوفوا هذيك الوسط. حنا عندنا الوسط هو اللي يجي معجن ويجي ماشي طايب. شوفوا هنا ما شاء الله قطن، تفوتي عليه غير هكا بالفرشيطه يتفتح طايبه حتى للقلب. وتبعوا الاسرار اللي قلتهم لكم والطريقه اللي وريتها لكم، وان شاء الله تنجحوا فيها وتجربوها وتفرحوا وتدعوا لي. ما تنساوش تدعوا لي، وما تنساوش ترجعوا لي بتعليق الشباب. شوفوا شحال راه اسفنجي هنايا، قلت نشهيكم مليح باش تنوضوا تسيوه وتنجحوا فيه ان شاء الله. الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو. نخليكم مع هذا السينامون رولز الشباب تاعنا الهايل، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. والى اللقاء مع وصفات اخرى وحكايات اخرى، مع وصفات وحكايات نور.